أهلا بكم من جديد وطاب مساءكم بكل خير. مباشرة إلى الأهداف الخمسة التي سجلت في أنفيلد في مباراة كانت قد شهدت 4 من الأهداف الخمسة في الشوط الأول، حيث تقدم ليفربول في هذه المباراة عن طريق فيرمينو في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، وبها افتتح التسجيل في هذه المباراة. هدف فيرمينو بقي صامدا حتى جاء هدف التعادل عن طريق رودريغيز، أحد أبرز نجوم هذه المباراة، مسجلا هدف التعادل لمصلحة ويست بروميتش ألبيون. بعد هدف رودريغيز الأول بقليل عاد اللاعب ذاته ليسجل هدف ويست بروميتش الثاني في الدقيقة 11 من زمن هذه المباراة. وأضاع بعد ذلك ليفربول ركلة جزاء عن طريق فيرمينو في الدقيقة 27، وأضاع معها أمل ليفربول في التعادل في هذه المباراة، لأن في الدقيقة 47 مع نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سجل ويست بروم هدفا ثالثا عن طريق ماتب لاعب ليفربول خطأ في مرمى فريقه، وتمكن ليفربول من تسجيل هدف ثاني في هذه المباراة عن طريق الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 78. لم يكن كافيا لإنقاذ ليفربول من الوداع المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. المباراة ربما حسمت الشوط الأول كابتن. يعني كان لها دور كبير، انما كان ممكن ليفربول يبقى احسن من الشوط الثاني، انما الاسلوب اللي لعب بيه ويست بروم، السيناريو اللي لعب بيه ألان باردي والشوط الثاني سيناريو محترم امتص الضغط المتوقع، انما ايضا تغييرات كلوب عليها علامات استفهام. فريق خسران على ملعبه فرق هدفين، ومحتاج ان انت تزود الكثافه الهجوميه، مش محتاج ان انت تخرج ماني ولا تحط التغييرات معاك، انما مين اللي يطلع؟ ما تطلع فينالدوم وتطلع إمريتشان زي ما انت طلعت. اكيد مش ماني. هدف افضل لاعب الفريق طبعا لازم تزود الكثافه الهجوميه الموجوده، لان الفريق ويست بروم خلاص ما بقاش يفعل الهجمات المرتده زي ما الشوط الاول كان فيه كثافه هجوميه وفيه ضغط هجومي. فبالنسبه لك لا، هذا الرجل لازم تحتاجه، دي لسه 64 65 وانت محتاج تزود الكثافه الهجوميه. فبالنسبه لي هو ده نقطه الاستفهام اللي كانت موجوده في عمليه التغييرات. بتزود في نص الملعب كان مشكله بالنسبه للثلاثي اللي كان موجود، إمريتشان ورينالدوم ولا تشامبرلين، كانوا سيئين في الشوط الاول، انما الكريدت كله يروح لألان باردي يا محمد. هو فاجئني بالسيناريو اللي بدا بيه المباراه، وايضا السيناريو اللي نهى بيه المباراه. السيناريو ده المعتاد في الدوري، ازاي يبقى تنظيم جيد من النواحي الدفاعيه، ازاي الخط الدفاعي قام بدور كبير، ازاي يتعامل مع الكرات العرضيه اللي كانت موجوده، وازاي يتعامل مع الضغط الهجومي الموجود. ما فعلش كتير الهجمات، انما تعامل مع المباراه بذكاء كبير جدا جدا جدا. عنده حارس مرمى فوستر تألق كبير في الشوط الثاني، وده الفرق ما بين الحراس، ما بين مينيولي وفوستر. لما يبقى في حارس في يومه وبيقدم مستوى كبير، على الاقل تصدر ل3 أهداف محققه في الشوط الثاني، لان التنظيم الجيد مهما يكن هيجي لك خطوره، فحارس المرمى لازم يبقى له دور كبير. النهارده في الشوط الثاني لا، فوستر قدم مباراه كبيره، ساعد ان الفريق ويست بروم يعدي ويكسب مكسب انا ما كنتش متوقعه، مفاجاه. لان رده فعل ليفربول المتوقعه بعد خساره سوانزي لازم يبقى يكون رده فعل موجوده، لازم يبقى فيها رده فعل شخصيه فريق كبير يبحث عن بطوله. الان انت بعد 27 شهر للكلوب، ماذا فعل لليفربول؟ فاز على المتصدر وخسر مع 19 و20 في الدوري. كم بطوله؟ 0 بطولات. وصل ل2 نهائي اوروبا ليج، ووصل نهائي مع السيتي زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا. فات عليه كم فتره انتقالات؟ 5 6 فترات انتقالات. هل عالج سلبيات الفريق؟ لم يعالج سلبيات الفريق. فان دايك قلنا حل جزء من الحلول وليس كل الحل. نعم هو كويس، انما امتى يبقى كويس؟ هو ساعدك بس في بناء الهجمه، انما عمليه الدفاع، التغطيه الدفاعيه في مساحات كبيره شاسعه، الاخطاء الدفاعيه من حراسه المرمى من وسط الملعب. في اعتقادي مباراه او نتيجه كارثيه بالنسبه لمشروع كلوب مع ليفربول، لان انت بعد 27 شهر المفروض بعد الصرف اللي انت صرفته والانتقالات اللي انت عملتها على الاقل يبقى معاك بطوله او بطولتين. النهارده في كل هذا الموسم المنافسه على الدوري صعبه، الخروج من البطولات الكأس، عندك دوري الابطال هيلاقي منافسين برضو شرسين بمعنى الكلمه. فبهذا المستوى وبهذا الدفاع وبالاخطاء الموجوده اعتقد ان انت صعب جدا تحرز بطولات، وعليك انت بقى 3 ايام او 4 ايام لازم تجيب صفقات على الاقل تدعم للفريق.
لو انت عاوز تكون مشروع قوي يجني ثمرات وبطولات. انما هتلعب كره في بعض الاحيان كره كويسه وممتعه ونتائج ممتعه، في بعض الاحيان والنتائج الاخرى تخسر من الاخير وقبل الاخير. فكارثه بالنسبه لك هذا التناقض الكبير لليفربول. تتفق مع محمد بان ليفربول لغز؟ طبعا يعني هناك في امور كثيره كان يعول على كلوب في ان ينقل ليفربول من حاله الى وضع منافس مباشر على الدوري. احنا لما نتكلم على براندن روجرز ما قبل، براندن روجرز وصل الى الامتار الاخيره، الاسابيع الاخيره لتحقيق الدوري، وكان قريب جدا من تحقيق الدوري، وانفق اموال وانتقد في بعض الصفقات وكان به ببعض الصفقات. نعم، وكان بعض الاحيان ينتقد على طريقته على كذا، ولكن وصل الى منطقه كانت تحقق الهدف الاكبر لليفربول وهو البريمير ليج. اقيل في اكتوبر وتم تعيين كلوب، والكل تفائل بعمل كلوب لان له تجربه كانت ناجحه مع بروسيا دورتموند. اي نعم بعدها في موسم او موسمين بدا الفريق وفقد توازنه ووصل الى منطقه بعيده جدا عن منطقه ما كان عليه بروسيا دورتموند، لكن هو لديه افكار وطبقها مع ليفربول وتفائل الجميع. ما هو الشيء الذي يبقي المدرب في النادي؟ هو تحقيق البطولات وتحقيق الاهداف. هو من افضل المدربين علاقه باللاعبين والجمهور، واعتقد في ملاك النادي، لان لم نسمع ولم تكن هناك اي مشاكل للمدرب. لكن غير ذلك الجمهور يريد بطولات، وهذا ما يبحث عنه كلوب مع الاسماء الموجوده بوجهه نظري. لان الشوط الثاني تجري تغييرات لنذهب اعمق من ذلك. انكس، هندرسون، يعني من اللاعبين اللي فينالدو يعني وميلنر اللي نزلوا الثلاثه. عفوا. هل هذه الثلاثة ممكن أن يقلبوا نتيجة المباراة، يغير لك شكل المباراة؟ أن تخرج ماني، اتفق يا محمد، ماني وإن كان أسوأ لاعب في الملعب فرضا، هو بحل فردي ممكن يغير المباراة بالمهارة اللي يمتلكها. لذلك التغييرات التي أجراها يعني كلوب في الشوط الثاني، احنا ما نقول انها اضعفت الفريق، لكن ليس بها لم تقدم اضافه على اللي ممكن تغير، اللي ممكن تغير شكل الفريق، اللي ممكن تغير. يعني هندرسون قادم من اصابه، ميلنر من اللاعبين اللي يعتبر لاعب جوكر يلعب اي مكان، لكن ليس باللاعب اللي ممكن يغير شكل المباراه. انكس لاعب ايضا لاعب احتياط، يعني بالكاد ياخذ فرصته بالتدريج. خروج بعض اللاعبين يعني مثل نتكلم عن ماني، نتكلم عن تشامبرلي، اسماء لها ثقلها في الملعب من حيث الناحيه الهجوميه. واحنا شفنا يعني الان باردو كيف تعامل مع المباراه في الشوط الثاني متقدم 3-1، وماني من اكثر اللاعبين اللي تم تغييرهم في اخر شهرين ثلاثه. ويعني والسبب خروج ماني، يعني لغايه الان احنا محمد طالع مباراه تتكلم ان ماني يعني اخر واحد تفكر ان تخرجه من الملعب، لانه بامكانه بحل فردي ينهي. وصلاح فيرمينو تحتاجهم في اي وقت ممكن يصنعون نعم. فارق. لكن احنا نشوف ايضا حتى في المقابل لما نتكلم عن الان باردو كيف تعامل مع المباراه وكيف عمل التنظيم الدفاعي في بعض المباريات، خصوصا كاس. لا تبحث عن المستوى اخر ما يفكر فيه المدربين، ابحث على كيف ان تفوز في المباراه، وهذا ما حدث بالنسبه لي. لما الاستمرار على نفس المنهجيه الموجوده، نفس الافكار الموجوده، لا يوجد تغيير في الافكار، فهناك في مشكله كبيره بالنسبه لي للفريق. وهذا ما حدث بالنسبه لي فريق ليفربول، انه هو يلعب بال4-3-3، لا يوجد في تغيير بالافكار. هذا يعني من جانب اخر الادوات الموجوده على دكه الاحتياط ليس بالادوات اللي بامكانها ان تعمل فارق. لما انظر الى دكه الاحتياط فانا انظر الى لاعب يعمل الفارق في نزوله، هذا غير متوفر في فريق ليفربول. لا يسال عليه احد، يسال عليه فقط كلوب، لانه هو المسؤول عن الفريق. هنا لما نتكلم عن كلوب فهي مرحله تغيير 2.5 سنين، مده اكثر من الكافيه لمدرب بان يعمل لتوفير فريق منافس. ليفربول ليس فريق منتصف الجدول، ليس فريق للتشامبيونز ليج، لا فريق منافس على الدوري، فالكل تفائل. تقصد ليفربول الاسم؟ نعم، مش ليفربول الواقع. لا مش الواقع، الاسم عراقة الفريق وعراقة النادي، هو منافس على الدوري وعنصر مهم في التشامبيونز ليج. الان اشاهد ان يعني قد تكون هذه الاهداف بعيده الوصول لها من خلال هذه العناصر الموجوده. هل بالغ كلوب في توقعاته في الامكانيات الموجوده وفي فيما يمكن استخراجه من الاسماء الموجوده واللي وثق فيها وضمها الفريق؟ لا يعني هو اقرب منهم لينا، انما احنا المتابعين لا.
ده اقصى حاجه للمجموعه الموجوده يا محمد. لازم تدعيم الفريق زي ما قلت لك. بس اذا كان هذا الاقصى ما كان كابتن وقف اليوم الى فتره انتقالات شتويه بالاسماء الحاليه. ما هو عشان كده كان هو غلطان. تحرك في الصيف. عشان كده هو غلطان. ما انا بقولكش هو صحيح في القرار، انما لازم يتحرك، لازم يعوض غياب كوتينيو، لانه غياب كوتينيو مؤثر. وقلنا الشماعه بتاعت حته غياب كوتينيو بعد مباراه السيتي خلاص ما بقتش موجوده. انما لما تعتمد فقط على الثلاثي، الثلاثي يكسب لك مباريات، انما مش هيكسب لك بطولات. في عامل مهم، البطولات معادله صعبه يا محمد. انت الان عندك جزء منها، ليفربول يمتلك الجزء، انما الاجزاء الاخرى محتاجه تدعيم، محتاجه بناء مدرب او رؤيه مدرب. حارس مرمى، دي المراكز اللي بنتكلم عليها، حارس مرمى على الاقل 2 مدافعين. فان دايك صفقه زي ما بنقول، انما لسه مش هيحل كل المشاكل الموجوده. انت جبت فان دايك وما تسجل عليك. هتلاقيها منين ولا منين؟ فانا بقول لك لازم الحاجات دي. كيتا اللي موجود في لايبزيج صفقه ممتازه، ليه ما ضغطتش ان انت تجيبه في يناير؟ لان الفريق محتاجه. لو انت بتفكر ان انت ازاي تتوج مجهودك ببطولات، ده رؤيه مدرب، واعتقد ان هو صاحب القرار الاول والاخير. انما تقول لي قناعتي الفريق الحالي بالنسبه لي فريق مقنع وهيجيب بطولات، صعب. الحال الواقع اللي بيقول كده. لان انت ما تقوليش ان انا اخسر من قبل الاخير وقبل الاخير وعاوز اخد الدوري او عاوز اكسب دوري الابطال، لانها حاجات عاوزه شخصيه قويه. الان انت بعد خسارتين، هل هناك شخصيه للفريق؟ لا، الان ما فيش شخصيه. الفريق متناقض بعد مباراه كبيره امام السيتي، خساره من سوانزي، النهارده الخساره الثانيه على ملعبك، وكل الظروف مهيئه لك. النهارده لازم يبقى ردة فعل. شخصيه الفريق غير موجوده. هناك نقص في عدد المراكز المهمه لاي فريق اللي عاوز يحرز بطولات. ما فيش توازن في الفريق، سواء الناحيه الهجوميه ممتاز، الناحيه الدفاعيه زيرو. حتى الناحيه الهجوميه قلت كميه الفرص اللي اصبحت امام ماني وامام صلاح في اخر مباراتين قليله جدا، حتى فيرمينو. بس كويسه. من اكثر الفرق محمد، اتفق يا محمد ان من اكثر الفرق عندها حلول بالناحيه الهجوميه، ما عنده مشكله. يعني غاب كوتينيو ما في اي مشكله، يسجل. مشكله في الاهداف اللي تدخل مرمى. مهما تسجل هناك في اهداف يستقبل مرماك. وبعدين محمد كلاعب لما يسجل عليك اهداف نفسيا ذهنيا تنزل. يعني انت تتعب وتسجل، لكن في كره غير ما في تركيز، نقص بامكانيات اللاعبين، سجل عليك هدف، سجل عليك هدفين، مهما تسجل يسجل فيك. فهذه مشكله كبيره لم تعالج لغايه الان، لم تعالج فريق ليفربول. طيب دعونا نستمع للرجل الذي تحدث عنه كثيرا السيد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول في تصريحاته بعد خروج فريقه للنسخه الثالثه على التوالي من هذا الدور من كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم. Jürgen, what's the feeling after this game? ما هو احساسك بعد هذه المباراة وخيبة الامل؟ Disappointing. خيبة امل. Frustrating, of course. يأس. Started well in the game. بدأنا المباراة بطريقة جيدة وكنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ضد ويست بروم، فريق محنك وعريق. تسجيل الهدف الأول كان شيئا رائع. وما لا أعرف بعد مرور بعض الثانيات كانت لدينا فرصة لمضاعفة النتيجة. هدف أيضا جميل مرة أخرى لكي يكون صادقا. هذا أعطاهم الفرصة لكي يسجلوا الهدف الثاني ولعبوا بطريقة جماعية دفاعا وهجوما. مسجل الهدف اعتقده رودريغيز كان بمفرده. كان من المفروض أن نفرض عليه مراقبة لاصقة. أنا شاهدت الهدف بالصور البطيئة، كان يجب أن نفرض عليه مراقبة لاصقة. لم نسجل من ضربة جزاء. والهدف الثالث كان لا أجد لوصف هذا الهدف. ومنطقة تسلل، ما معنى أن يكون لاعب في منطقة التسلل؟ هذا على الحكام من يفسروه. بعد ذلك حاولنا ولكن لم تسر الأمور في الاتجاه الجيد. كان هناك حدة هجومية ليس بدنية، كان هناك ضغط كبير، كانت هناك حالة عدم اتزان في أخذ القرارات.
تصد من هنا وتصويب من هناك وتسديدة مؤثرة من هناك. نهنئهم على الفوز وهو فوز مستحق. أنا أتفهم الأمر الذي قلته، ولكن أنت قلت تبحث عن الكثافة الهجومية ولكن لم نرى ذلك. لكي أكون صادقا لم أرى تلك الحالات التي تحدثت عنها في السابق، ولكن كانت هناك وضعية من فيرمينيو وكان بالإمكان أن يتعامل مع الأمر بطريقة جيدة. وبالنسبة لي كان يتوجب على الفريق الخصم أن يحصل على ورقة حمراء. أنت ترى هذه الوضعية وترى هذه الوضعية بالصور البطيئة والمتفرج فارس مثل ما يقال، لكن لابد أن يكون هناك منطق. نحن خسرنا اليوم ولابد أن نحترم قرار الحكام. كان هذا تبرير السيد يورجن كلوب، كلام متوقع يعني، ربما لم يأتي بالجديد، وهو في موقف صعب وصعب جدا، لأن الصبر كان صبر طويل ووجد هذا الرجل الدعم والمحبة من الجمهور، لكن مثل ما ذكر الدكتور ما تحقق حتى الآن أقل بكثير من الطموحات. هي خيبة أمل، لأن هو المتوقع منه بعد ما مجيئه لليفربول يا محمد متوقع كان أفضل من كده بكتير. الأمنيات كانت أعلى بكتير، الطموح كان أعلى بكتير، الواقع لا. فهنا لازم يقف مع نفسه، المدرب نفسه، الفريق اللي أنا محتاجه. أنا عاوز إيه من المشروع يا محمد؟ أنا بعمل مشروع دلوقتي، فريق النادي كبير صاحب تاريخ. إيه المشروع بتاعي؟ هل إن أنا أبني فريق كويس وأشارك في دوري الأبطال فقط لا غير؟ لا، تبني فريق يحقق ألقاب. حلو. الفريق كبير غاب عن الألقاب فترة. بالظبط، فأنت مهمتك صعبة، بس أنت خدت وقتك، خدت وقت وخدت دعم مالي وحتى معنوي. الآن الإدارة ثقة كبيرة فيه، ورغم كده ممكن أندية تانية بعد الإقالة دي يقول لك بعد المباراة دي أقيله، إنما لا، هم عندهم ثقة كبيرة فيه. وهذا المدرب هو مدرب محترم وصاحب فكر محترم، إنما في بعض الأحيان أنت لازم تقف مع نفسك وتتكلم مع الواقع. الواقع الآن أنا عاوز إيه من المشروع بتاعي، مشروع ليفربول، كلوب مع ليفربول. هل أشارك في دوري الأبطال فقط لا غير؟ هل الفريق يقدم كرة ممتعة فقط لا غير؟ كرة هجومية ممتعة فقط لا غير؟ فأعتقد أن الأمور دي لا ترضي طموح النادي ولا ترضي طموح هذا الرجل. يعني معاك أندية كبيرة، معاك منافسين صعب، إنما الآن أنت لازم في طريق لازم أنت تمشي فيه. هل يمكن يصل نادي ربما خلال فترة قريبة إلى قناعة بأنه ليس رجل مناسب للمشروع؟ لا، أنا ممكن أديله فرصة تانية أو وقت تاني آخر، لأن مين اللي على الساحة دلوقتي موجودين يا محمد غير؟ مفيش أسماء كبيرة، مفيش أسماء كبيرة على الساحة حاليا تقدر تقوم بتكمل المشروع. المشروع كويس ماشي ومشروع، بس أنت أخرته. أنت بتعمل مجهود في هذا المشروع وبعد كده بأفكارك أو بقناعاتك وبعد قناعاتك بتمسح هذا المشروع أو بتأثر عليه أو بتأثر على التوقيت بتاع الجني الثمار بتاعته. في اعتقادي الآن الفريق محتاج دعم، صفقات. أنت الآن معاك 142 مليون بتاع كوتينيو، جبت فان دايك، جيب تاني 2 3 4 لاعبين حارس مرمى. دي قناعات موجوده. لو راجل اي حد مشجع في ليفربول يا محمد يقول لك انا محتاج حارس مرمى، محتاج صانع العاب وصانع العاب، محتاج بعض الاحيان محتاج ممكن مهاجم. صحيح. ممكن. انما كل الاحتياجات دي انت بقى لك 5 فترات انتقال، انت مش شايفها؟ لا اكيد شايفها وعندك كل الدعم، فليه انت متاخر؟ ده هيأثر عليك كاسم مدرب كبير، وايضا هيأثر على مشروعك. لان الان ماشي اقول لك المنافسه في الدوري صعبه، المنافسين فارقين عني ماليا وفنيا، بطولات الكاس، بطولات الكؤوس لازم تقاتل عليها وعندك فرصه. ولاعب اساسي اليوم يعني الفريق اليوم اللي شارك يعني فريق الاساسي، فريق كامل يعني ما اراح مثلا بعض الانديه التي تكون منافسه على الشامبيونز ليج او منافسه على الدوري تريح بعض اللاعبين، لكن اليوم ليفربول لعب فول تيم، يعني لعب بالتشكيله الاساسيه. كلوب المدرب اعتقد يعني من النوادر اللي تحصل، كلوب هو المدرب الذي ان اقيل في الصيف لن يغضب، وان استمر مع الفريق لن يغضب الجماهير. يعني العمليه ليس فيها توجه الان. لما يعني اشاهد وضع ليفربول من بعيد
طيب هو لن يغضب إذا أقيل قصدك لم يحقق الطموحات؟ لا شوف، بعض الأحيان محمد إقالة مدرب يكون فيها غضب من الجماهير، من الصحافة، من يعني استياء من عملية إقالة. لكن هو كلوب لا، كلوب إن أقيل ما راح يكون في غضب كبير على إقالته، لم يحقق المنتظر. نعم، ونستمر فهناك في تدعيم بيكون بالصيف، هناك في تعاقدات، فالعملية سوف تكون متوازنة بالنسبة له. لكن هنا يأتي عاد إلى يعني كيف يدار النادي، وهذه نقطة مهمة جدا محمد. هناك في ملاك، هناك في أهداف، هناك في أمور احنا قد نتكلم فيها لكن هي يعني مخفية عنا خلف الأبواب المغلقة. بس ملاك ليفربول خلينا نتفق أنهم ينظرون له كمشروع اقتصادي أكثر. هم يعني يملكون نادي بيسبول كبير جدا في بوسطن صحيح. في أمريكا، وبالنسبة لهم المشروع ليفربول وتاريخه على عين عراس، لكن هو مشروع ربحي استثماري. ليسوا عشاق كرة قدم في كل عام يجب أن نحقق بطولة. تمام. إذا الاستثماري ويكون موضوع معلن للجميع، خلاص الجماهير تقتنع بأن الأهداف تشامبيونز ليج، وصول تشامبيونز ليج، منافسة على أحد الكؤوس، لأن في هذه الإمكانيات الموجودة، العناصر المتوفرة لليفربول، من الصعب تحقيق الدوري، من الصعب تحقيق تشامبيونز ليج. يكون مثل أرسنال تقريبا. إذا هم فكرهم تجاري ويبحث عن كيف يكون هذا النادي مصدر للدخل ومصدر للعمل التجاري، يكون واضح للجماهير. لكن أنا أشوف النجاح مو بهذا الجانب، النجاح بأن يكون الجانبين متوازيين بنفس الطريق، نجاح استثماري ونجاح أيضا فني هو تحقيق البطولات. ليفربول لما أتكلم تقول لي ليفربول ليس بس في البريمير ليج، ليفربول على تشامبيونز ليج أيضا، يعني له نتائج، له ذكريات جميلة وله بطولات. فمن الصعب أن يكون خارج، من الصعب أن نشاهد يعني العناصر الموجودة في ليفربول حاليا أن تنافس بالتشامبيونز ليج. يعني فريق بحاجة إلى عمل كبير من هنا للصيف، لأن يشكل فريق ممكن أن ينافس على التشامبيونز ليج وعلى البريمير ليج. ليفربول بحاجة أن يعود إلى موقع الطبيعي. الآن هو خارج المنظومة، بوجهة نظري خارج منظومة ثقافة وعراقة فريق ليفربول، بحاجة لعمل كبير، لأنه بحاجة إلى صفقات، بحاجة إلى تدعيم مثل ما تفضل محمد، بحاجة إلى عناصر ممكن أن تزرع شكل مختلف لليفربول. لا ننكر أن يمكن أفضل المواسم، يمكن نتكلم بالخمسة والسبع السنوات الماضية كانت مع براندن روجرز اللي وصل سواريز ستارج، كان عمل كبير جدا، كان فريق يمر في مرحلة ممتازة، وصل إلى الأمتار الأخيرة وخسر البطولة. فهذه يعني هذه الأمور قد تكون في حسبان الملاك، واعتقد انه يجب استثمار فلوس كوتينيو بالصوره الممتازه. صرف على النادي، دفع في كوتينيو مبلغ وقدره، يجب ان يكون هناك في تدعيم للفريق ان كان يريد ان ينافس وبقوه في القادم من المنافسات. اشدتما كثيرا بمدرب فريق ويست بروميتش ألبيون السيد ألان بارديو. دعونا نستمع لتصريحاته لبين سبورتس بعد هذا الانتصار الكبير على ليفربول في أنفيلد. نريد أن نتحدث عن هذه المباراة، ولكن هذا الأداء الرائع من فريقك وتأتون إلى الأنفيلد وتفوزون بواقع 3 أهداف، تذهبون للدوري الموالي، هذا فخر كبير لكم. نعم، نحن خسرنا 5 لاعبين بسبب الإصابة في الفخذ، ولكن النتيجة تكون مثلجة للصدر في نهاية المطاف. ولكن في هذه المباراة تحللنا بالروح الإيجابية ولعبنا دون خوف، وبينا أن لدينا شخصية خاصة بنا، وعكسنا شخصية البريمير ليج على الأف اي كاب. إذن بالنسبة لنا بينا هذه الشخصية التنافسية في منافسات الأف اي كاب. أنا أفخر بالمشاركة في هذه الكأس، ونريد أن نحافظ على النسق التصاعدي. تحدثنا قبل المباراة وقلت أن الفريق يفتقد إلى وضع الضغط على الفريق الخصم، ولكن رأينا العكس. يمكن أن ألخص الأمر مثل ما ذكرته أنت حينما تخوض مباريات ضد نوادي مثل ليفربول. طبعا أنت تقول أريد أن أفوز، ولكن هذا ليس بالحقيقة المسلمة. خلال الشوطين وخلال الاستراحة تحدثنا مع اللاعبين أو تحدثنا مع البعض وجعلناهم يواجهون بعض المشاكل، ورودريغيز كان ممتاز بأتم معنى الكلمة اليوم.
فاز إذن ويست بروم وانتصر ألان بارديو الذي تولى مهمة تدريب الفريق كما نعرف قبل أسابيع من الآن، وأصبح ربما الآن في طريقه لإخراج الفريق من منطقة الهبوط التي مكث فيها لفترة من الزمن. دعونا نذكركم إذن الآن بالمباريات المتبقية ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. غدا الأحد بإذن الله، أو اليوم دخلنا الأحد، تشيلسي يلعب مع نيوكاسل يونايتد في لندن في ستانفورد بريدج في ملعبه، وكارديف في ويلز يستضيف فريق مانشستر سيتي في المباراة الثانية بإذن الله. بقي نشكر محلي بي إن سبورتس دكتور طارق الجلاهمة. شكرا دكتور. شكرا محمد. والكابتن محمد أبو تريكة. شكرا كابتن محمد. شكرا. على خير.